صباح الخير سناب شاش. بس ليه هيك؟ ليه هيك شعري؟ أنا حبيبي غيث شكلي مثل هي الدجاجة. شو في؟ والله الو. اظن لازم فك شعري. ايوه يعني هيك اضبط واهدى. شو الصوت بيب؟ صوت الرش. روحوا اسمعوا قصة قصة شو بقى عربيتي اليوم. روحوا شوفوا عند غيث رح ينزل شو عملنا امبارح بالبيت. رشينا البيت، بس روحوا شوفوا كيف رشينا البيت، كان مو طبيعي. المهم ننسى هدول الاشياء اللي طايرة. طالعين بس ما بعرف وين طالعين، ولا هو بيعرف وين طالعين، ولا حدا بيعرف وين طالعين. بس نحن اهم شيء بالنهار انه نطلع على مكان ان اليوم ما عم بعرف احكي unidentified. طالعة اليوم بدون ميك اب، حتى عيوني مبجبجين لانه لسه من شوي فايقين. ناخدكم معنا مشاويرنا بس لنعرف وين رايحين. لساتنا صافين، احنا بس بالسيارة. فهمتوا؟ ميشن 1 accomplished. كل يوم هيك بننزل نقعد بالسيارة 30 minutes، بعدين نمشي بالشارع to nowhere، بعدين بنكتشف وين رايحين. لما بدي انظف البيت او اعمل له تعزيله كامله، حفله تنظيف بالمعنى الحرفي، اوكي، بحكيهم. فهن دائما بسم الله الرحمن الرحيم. فهن دائما اي شيء انا بدي اياه بتواصل معهم. اي حدا بده يعمل حفله تنظيف لبيت. بيب you look hot. شو قصدك؟ بتعرف لما ينشال الفلتر هيك فجأة بيطلع شكل الواحد زي غريب هيك. بسم الله. جينا نفطر انا وغيث، بس قبل ما انزل كنت عم بقرا رسائل وهيك، فشفت هاد انه سوسو انتي على المشوار جاوبيني بليز انه تعرفي حل للخطوط البيضاء بالجسم يلي هي تشققات بالجسم، وحكيت عنها قبل. يا بنات يا حبايبي، تشققات الجسم مانا بشعة، مانا شي سيء. بتصير لتقريبا 70% من البنات. فأول شي لازم تعرفي انه مو انتي الوحيدة اللي عم تمري بالتشققات. هلا طبعا في حلول انه تخففي نسبة التشققات بالجسم، وهلا بعطيك اياها. بس قبل هيك حكيت عن هالموضوع قبل. بدي اياكم تحبوا هذا الشيء اللي بيطلع على جسمكم. ليش؟ لانه هل ممكن انك انت تفتحي كتاب وتقري كتاب بس هو فاضي بدون كلام؟ لا اكيد لا، لانه رح يكون فاضي ما عليه شيء. نفس الشيء الجسم بيكتب قصة، بيكتب كتاب. التشققات بالجسم كأنها حكاية الجسم فينا نسميها. اوكي، مثلا وحدة حامل اكيد 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 رح يطلع لها تشققات ببطنها، في حلول انها تخففها. بس هذا شيء كنا بنعرفه انه وقت يصير في حمل رح يصير في تشققات بالجسم، وقت وحدا يسمن او ينحف بيصير في تشققات بالجسم. هي حكاية الجسم، هي شيء كتير حلو الجسم بيعمله يلي هي تشققات. خلينا نشوفها من منظور حلو، من منظور تاني، انه وقت تطلع على جسمك تقولي انا لاني وقت كنت حامل صار معي هالتشققات. جسمك كتب قصة الحمل من خلال التشققات. ونفس الشيء وقت تنحفي تسمني، تربي عضل، تروحي العضل، شو ما كان رح يصير في تشققات. وهذا الشيء كتير طبيعي وكتير عادي، والمفروض كلياتنا نتقبله. ما في بنت بالعالم ما عندها تشققات. عم قلكن 70% من النساء بيعانوا من التشققات، بس ما بعرف ليش بيكتبوا بيعانوا. هي مانا معاناة، هو شيء طبيعي الجسم بيعمله، لازم نحن نتقبله، لازم نحن نحبه، ولازم نشوف الجانب الإيجابي. هلا إذا بدكن حلول لتخففوا، لأنه مستحيل تروحوا تشققات، حطوها براسكم، مستحيل التشققات تروح. أول شيء حبوها مشان إنه ما يكون عندكم مشكلة إنه تكون موجودة بجسمكم. بس في زيت اسمه بايو اويل، هلا بطلع لكم
صورته بعد هالسناب. اوكي، فيكم تحطوه كل يوم على جسمكم بالاماكن اللي بتلاقوا فيه تشققات، مثلا هون ورا الركبه دائما بيطلع، على البطن، بالاماكن بالفخذ بتلاقوه هون في تشققات. كل يوم حطوا هذا الزيت، كتير 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 حلو. كمان للبنات الحوامل حطوه على بطنكم بشكل يومي. عندكم الكريم المرمم من لاروش بوزيه، هذا كمان بيساعد على التشققات. يعني هاي الحلول اللي فيكم تستعملوها ولا تخففوا تشققات. اما انكم تروحوها او ما يطلع لكم تشققات، هذا الشيء مستحيل. الجسم هي طبيعته، هيك رب العالمين خلقنا، وهيك نحن لازم نتقبل جسمنا. انا بالنسبه لي ما بشوف تشققات حلوه، بالعكس بشوفها كتير، ما بشوفها حلوه، ما بشوفها بشعه، بشوفها حلوه. لانه هي حكايه، لانه هي قصه، الجسم بيكتب قصه من خلال التشققات.